خدعوك فقالوا، هي دي اللي انا بقول لك عليها. خدعوك وقالوا. حتى بص الراجل يعني ايه مبسوط قوي، بيقول لك اتضحك عليك رسمي. من واحنا يا جماعه في كيجي يجوا يقولوا لنا ايه؟ بص بقى وانت داخل الامتحان، اول ما تلاقي الحروف المتحركه اي 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 او يو، ويروح رسمين لك كده الوش الامور ده اللي هو يسموه ايه؟ مستر فاو. يسموه ايه؟ مستر فاو. يقول لك بص اهي الاي والاي والاي والاو واليو دي على طول بتحب حبيبي الان. يا حلاوه يا ولاد. اوكي، يعني انا اول ما اشوف الحروف دي يا ميس هبه احط الان. ده اللي قالوه زمان. بس عايزه اقول لك على حاجه، المعلومه دي خاطئه. ليه؟ زمان طبعا هو لازم كان يعملوا كده لسبب، او مش زمان، هو اكشولي بيعملوا ده لغايه دلوقتي في المدارس. بس انا كمان عديت بالمراحل دي وشفت الطلبه بتتعلم ازاي، يعني شفت الكلام ده. هو انا ممكن اقوله كسن، لان انا مش هجيب له سياق او هجيب له تريكات زي حضراتكم. يعني الولد اللي في كيجي او في ابتدائي لا، هو كفايه عليه قوي ان هو يعرف ان الحروف المتحركه لما بتيجي في اول الكلمه لازم ان انا احط قبلها ان. بس هل دي القاعده المظبوطه؟ لا، مش هي دي القاعده المظبوطه. طب ايه القاعده المظبوطه يا مسابه؟ هقول لحضرتك حاجه. انا اديتك مثال في الاول وتعالى كده نفتكره مع بعض. قلت لك a university وان hour. الحقيقه ان حضرتك ليه انا حطيت ان قبل الاور؟ لان انا عندي حرف ساكن بعديه حرف متحرك اهو. بكل بساطه انا عندي هنا الاتش لا تنطق، سايلنت. هي ايه؟ سايلنت. فانا كاني شلتها ودخلت على الاو. طب ما انا عندي هنا حرف متحرك عادي جدا، يبقى حضرتك هتحط الان.